بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. هنعمل مع بعض كده مولتو أو ميني مولتو أو ميني كرواسون، حاجة كده باظة كلها شوكولاتة، حاجة كده بصوا ما شاء الله. تعالوا مع بعض كده نسمي الله ونشوفوا وصفتنا. شايفين كده الشوكولاتة؟ يلا نسمي الله. احنا معانا هنا ما شاء الله كده ايه نص كيلو دقيق. انا هعمل نص كيلو دقيق، انت ممكن تعملي مثلا كوبايتين، انا هقولك مقادير الكوبايتين ايه. بس هنا معانا نص كيلو دقيق، وحطينا عليه معلقة خميرة اهي كبيرة، وهنحط عليها شوية مية ورشة سكر كده خفيفة، ونقلبهم ونعمله تيست للخميرة. اهم حاجة اللي يعمل تيست للخميرة ليه؟ لان دي خميرة فورية. لو انتي ضامنة الخميرة خلاص ممكن تستخدمي بدلها خميرة بيرة. هنا انا استخدمت الخميرة الفورية اللي كانت متاحة معايا، وكانت عملت لها تيست الحمد لله كانت حلوة. هنا بقى هركنها على جنب، وهنا ناخد الدقيق معانا اهو. يلا كده نسمي الله. حطيت عليه رشة ملح، رشة خفيفة من الملح. هنا انا عندي الشرش بتاع اللبن، او اللي هو المية اللي بتبقى في اللبن الرايب. انتي ممكن هنا تستخدمي مية، ممكن تستخدمي لبن، ممكن تستخدمي زبادي. هي عادي لو بمية ما فيهاش اي مشكلة. انا قلت هنا استخدم ده بيديله طعم حلو شوية. وحطيت عليه معلقتين سكر، وهنبدأ بقى نقلبه ونركنه على جنب. ناخد بقى ايه، نعمل بقى ايه دي معانا هنا حاطين عليه رشة بيكنج باودر. يلا هنحط الخميرة بتاعتنا بسم الله. ادي نزلنا الخميرة كلها. يلا بسم الله نقلبها بقى تقليبة حلوة، ونحط بقى عليها على طول الشرش اللبن او المية. دي كوباية، انت هنا يبقى نص كيلو خد مني كوباية ونص مية بالظبط. يعني هما النص لبن نص دقيق خد معايا كوباية ونص مية وثلاث معالق زيت. هنا بقى هجيب حوالي بقى 3 معالق كده من الزيت. بص احنا خلطناها كويس حلو مع بعض اهو، مش هنحط لها اي سوائل تاني خلاص كده بقى. نروح حاطين عليها حوالي 3 معالق زيت كبيرة، ونبدأ بقى نقلب نطلع الدقيق منها خالص بسم الله. العجينة هتبقى معاكي طرية مش ناشفة، هتبقى ما تقلقيش. هنلم الدقيق كله كده، هنلم العجينة ونرجع لكم. شايفين العجينة ما شاء الله، ما تقلقوش طرية عادي ما فيش اي مشكلة منها. هناخدها بقى مع بعض على الرخامة كده، ندهن الرخامة زيت بس مسحة بسيطة. ويلا كده نسمي الله ونبصوا. تمسكي العجينة تعجنيها حلوة قوي عشان ما تشربش. لو انت عايزة تحمريها في الزيت، يعني المولتو ده او الكرواسون ده لو حبيتي تحمريه في الزيت مش هيشرب معاكي، لان انت بتقفلي المسام بتاعت الدقيق لما بتعجنيها حلو بتنعم معاكي، ما بيشربش منك اي زيت. ولو هتعمليها في الفرن زي ما احنا هنعملها مع بعض، يعني ممكن تعمليها بالطريقتين. ممكن تاخديها تحمريها، بما ان الزيت غالي بقى والدنيا كده، فالناس ممكن تقولك ايه هستخدمها في الفرن كده او كده. انتي ممكن تعملي الطريقتين. والطريقة الصحية اكتر اللي هي ايه الطريقة اللي في الفرن. هنا انا فردت العجينة زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى احط عليها ايه معلقتين سمنة او معلقة سمنة كبيرة مليانة كده، معلقة سمنة مليانة كبيرة، وابدأ بقى اعجن. ما تقلقيش من العجين انها تقعد بقى تبقى كأنها بتقطع منك، مش لما مع بعضها بتقطع منك. عادي افضلي عجني، ما تحطيلهاش اي دقيق تاني خالص. تفضلي تعجني لحد ما العجينة تلم. بصي هي العجينة طرية وانا عايزاها بالطراوة دي. ما شاء الله هتبقى معاكي جميلة. بصوا ما شاء الله. آه تفضلي تعجني كده. انا حتى حاولت ان انا افضل معاكي واعجن، اعرفكم ان العجينة كل ما بتعجنيها وتاخد راحتها في العجن بتبقى ما شاء الله حلوة قوي معاكي. بتلاقي العجينة ناعمة كده، بتريحك في الفرد وتريحك في كل حاجة، حتى في شكل العجينة بتديكي الهشاشان والطراوة للعجينة، وبتبقى العجينة معاكي وتنشف. شايفين العجينة طرية ازاي؟ بتلزق شوية كده بس ما تقلقيش منها خالص خالص وانتي بتفرديها او انتي بتعمليها وقت شايفين انا هنا بدأت، بصوا بدأت تبقى ما شاء الله حلوة ازاي. بصوا ملزقة اهي، شايفين ملزقة. انا حبيت اوريكم قد ايه هي ملزقة. يلا نلم بقى كده العجينة ونفضل نعجن تاني، يعني هنفضل نعجن. بصوا العجينة اهي، بصوا تلاقيها زي عاملة زي الاستيك معاكي كده، بتمط معاكي مطاطية. نلمها كده ونعجنها حلو تاني. نفضل نعجن قد كده بقى. خلاص هنلمها ونحطها بقى ايه في البلاستيكة بتاعتنا. ما شاء الله شايفين العجينة ناعمة خالص وما شاء الله شايفين. ده كده كان نص كيلو دي. هنحطها بقى في البلاستيكة، وقبل ما نغطيها لو انت عندك
استريتش هتعمليها بيها. ادهني اهم حاجة من على الوش زيت عشان ما تلزقش فيها. انا هنا عندي كيسة صغيرة، بصوا هنا بعد تلت ساعة او ربع ساعة، فضلت ربع ساعة معايا بالظبط، خمرت شوية. هنبدأ ألمها وأعجنها عجنة خفيفة تاني. انتي ممكن ما تستغني عن الخطوة دي، تلميها كده بس وخلاص. انا عجنتها يعني دقيقة كده او خلاص، يعني ما طولتش فيها. انتي ممكن تستغني يا دوب تلميها وتفك الخمران بتاعها وخلاص. شايفين؟ بصوا ما شاء الله العجينة، شايفين؟ هتبدأ هسيبها تاني ربع ساعة تاني انها تخمر. شايفين ما شاء الله؟ هبدأ احطها تاني في البلاستيكة واسيبها ربع ساعة تخمر تاني، وهي نفس دهنة الزيت عشان ما تلزقش منك لما تبقى حاطة الكيسة او الاستريتش. ادي بصوا هنا بعد ربع ساعة تانية العجينة ما شاء الله خمرت ازاي، بقت حاجة كده الله اكبر. بصوا ما شاء الله ملمسها. يلا بقى ايه، نفك بقى الخمران اللي فيها. شايفين العجينة كده إيه طرية، ما تقلقيش منها. انا الطراوة دي جميلة كده. فكنا قبل ما يعني ما تقطعهاش وهي خمرانة خالص. ابدأي بقى ايه، جيبي السكينة او القطاعة بتاعتك. انا هجيب السكينة وهبدأ اسمي الله بسم الله واقدر ايه واقطعها. قطعناها على 4. انت ممكن تقطعيها على 2 كفاية او 3 حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا عاملة ميني كرواسون صغير، مش عاملة الحجم الكبير. شايفين ما شاء الله؟ بص العجينة ما شاء الله. ادي هي بص العجينة. هغطيها برضو نفس الكلام بالكيسة واركنها 5 دقايق ترتاح. بعد 5 دقايق بصوا العجينة ما شاء الله ارتاحت. هنبدأ نفرد بقى واحدة واحدة. وانا هنا هحطها في الصاج. انت ممكن هنا بعد ما تفرديها ما تحطهاش في صاج، ممكن تحمري على طول. انا هنا هحطها في صاج. بصوا العجينة مش محتاجة انها تتفرد بالنشابة، بس هفردها برضو بالنشابة عشان ايه، تفرد معايا شوية كمان. بصوا يا دوب بساوي العجينة بس، مش هعمل مش عايزاها تبقى خفيفة قوي ولا رقيقة قوي. شايفين ما شاء الله؟ هبدأ بقى اقطعها. بصوا اساوي بس كده الاطراف، الحاجات البسيطة دي. بسم الله. كده خلصناها. هنبدأ نقطعها. هتلاقي العجينة كده لينة كده معاكي، ما تخافيش مش هتلزق منك خالص في الرخامة. يلا بقى نسمي الله كده وايه ونقطعها. ما تخليش الاطراف ولا تخينة ولا رقيقة، يعني ما ترقيش العجينة. بصي انا هبدأ ايه، كنت عايزة قطعتها من النص، قطعتها على 4 الاول كده. وبدأت بقى اقطعها تقطعي حجم المثلث اللي انت عايزاه، يعني قطعي حجم المثلث او الحجم المولتو اللي انت عايزاه. يعني هنا كنت بحاول اقطعها صغيرة على قد ما اقدر. تمام. هنا بقى ايه قطعتها زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ايه المها. انت عايزه تعملي الحشوة جبنة، عايزه تعملي الحشوة دلوقتي بالشوكولاتة. بس انا فضلت ان عشان تبقى، لان الشوكولاتة لما بتدخل النار بتجمد شوية، فحشيتها بعد ما دخلت الفرن او بعد ما تحطيها على البوتاجاز في الزيت. يعني لو هتحمريها انت ممكن تعمليه كده على طول وتلفي العجينة وتحمريها على طول. وممكن تعمليها بنفس الطريقة دي وتدخليها الفرن زي ما احنا عملنا. يعني ممكن تعملي كده وممكن تعملي كده. شايفين ما شاء الله جميلة وصغننة كده، يعني ايه يا دوب تاكليها بدل ما تبقى ايه فيها ان حد ياكل حتة ويسيب حتة منها. لا، عملت الكمية كلها بنفس الطريقة كده ما شاء الله. شايفين عملت معايا صاج ونص كده، آه بنص كيلو دقيق. شايفين ما شاء الله عملت الصاج والكام واحدة دول. كده خلاص. هنبدأ بقى ايه، عشان تاخد اللون الذهبي الجميل، من غير كأنك حطاها في زيت وكلها تاخد لون واحد. هبدأ انت ممكن تعمليها بصفار بيضة او ببيضة كده بفانيليا او قهوة. انا هنا عملتها بلبن. مسكت الفرشة، انت ممكن ببخاخة كده تعملي بخاخة فيها شوية لبن كده وترشرشي عليها. وممكن زي ما انا عملت بالفرشة كده على طول تدهنيها باللبن عشان تاخد لون موحد كلها. ادي ده شكلها. هيكون الفرن في الوقت ده شغال وسخن. هنا الفرن كان على في الرف الوسطاني كده على درجة حرارة 180. بدأت هنا بقى اجهز بقى الشوكولاتة اللي انا هعملها. انا كان معايا مكعبات شوكولاتة، وعندي نص كوباية لبن ومعلقة زبدة او سمنة، وتحطيها على النار على بخار مية وتسيبيها تسيح على مهلها. هنا بقى ما شاء الله
الكرواسون بصي قطن ازاي وطري ما شاء الله. هنا بصوا كان في الفرن. انت عايزه بقى تحمري زي ما اتفقنا ممكن تحمري. هنا بقى انا هبدا ايه، الشوكولاته هنا ساحت معايا. هبدا اجيب الشوكولاته، بصوا اهي ما شاء الله، بصوا عامله ازاي جميله ازاي. هبدا ايه اجيب الشوكولاته زي ما انتم شايفين. انا كان معايا سرنجه، طبعا السرنجه اللي هي بتاعه الحقنه دي نضيفه طبعا. جبت بيها الشوكولاته وبقيت ايه احطها كده، هخرمها كده. بص ممكن تخرمها بالمقص كده لان دي ما فيهاش سن السرنجة دي، وابدأ احشي. عملت الكمية كلها بنفس الطريقة. بصوا الشوكولاتة بدأت تطلع منين، خلاص كده اهي ما فيش اي مشكلة تاني. هنا خلصنا الكمية كلها بقى وحشينا اللي احنا عايزينه. قلت اقطعه معاكم كده واوريكم الجمال. بصوا الشوكولاتة باظة ازاي وكتير ازاي، والطعم الشوكولاتة واضح جدا، كانت ما شاء الله جميلة. جربوا الوصفة بالطريقة دي هتعجبكم، وصحية كمان من غير، بصوا مورقة قطنية، هتعجب ولادك جدا. زائد ان هي يعني موفرة جدا، يعني في بيتك عملتي كمية كتير. بشوفي بقى كام واحدة مولتو او كام واحدة كرواسون. آه وكمان زائد ان انتي حاجة بتعمليها في البيت بنظافة وجمال، يعني حاجة بصوا ما شاء الله. بصوا قطنية، شايفين؟ بصوا الشوكولاتة، حبيت اوريكم قد ايه هي مورقة وقطنية في نفس الوقت. يعني دي كمان زائد لو انت حمرتيها في الزيت كانت تبقى ما شاء الله يعني. جربي دي وجربي دي، بصوا ما شاء الله. يعني هنا او دي، هنا بصوا الشوكولاته باظه ازاي. هنا بصوا دي فتحتها اهي، نفتحها معاكم. بصوا، بصوا الشوكولاته ما شاء الله. جربوها هتعجبكم يا رب، كده تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك. وربنا يديمها علينا نعمه. والسلام عليكم ورحمه الله.